شو هات الحافلات الجزائرية؟ كيف كانت ردة فعل التبون والجيش الجزائري؟ اجوا الاخوان نتعرفوا على هاد النقاط في هاد الفيديو بالتفصيل. كل شيء شاف الحافلات ديال الجزائر لتنظيم كأس افريقيا المحليين، كيف حالتها وكيف يعني كما تنقولوا حافلات من الجيل القديم القديم جدا، حافلات ما بقاتش كتستعمل اصلا في الدول الافريقيه من هذا النوع. حافلات من نقدر نقولوا من العصور الوسطى، غير مؤمنه ميكانيكيا وغير مؤمنه بالشروط وباللوازم اللي كتنص عليها السلامة الدولية، عاد اللي كتنص عليها الفيفا بالنسبة لتنقلات المنتخبات، وعاد اللي كينص عليها كاس الاتحاد الافريقي لتنقل المنتخبات داخل القارة. اذا واش هاد الحافلات ديال الجزائر فين منين جابوهم؟ واش كانوا مخبينهم في شي ستوك؟ واش بهذا الشيء باغيين تنظموا كاس افريقيا المحليين؟ واش بهذا الشيء باغيين تنافسوا الملف الافريقي لكاس افريقيا 2025؟ واش هذا الشيء اللي كتقولوا عليه ان الجزائر قوه عظمى وقوه ضاربه واكبر بلد افريقي عسكريا وامنيا واقتصاديا وفي البنيه التحتيه و اش هادشي يا عباد الله؟ اش هادشي؟ وبغيت نعرف حتى الاراء الجزائريين، واش راضيين بهذا الشيء؟ واش راضيين بهذا الشيء اللي كتمتلكوا الدوله ديالهم واللي كتفتخر به الدوله ديالهم ولا لا؟ عفوا. ندوزو الموضوع الثاني. الموضوع الثاني المتعلق ب ردة فعل التبون، كيف كانت هو والجيش الجزائري، يعني رئيس الجزائر عبد المجيد التبون والجيش الجزائري الممثل في شنقريحة، كيف كانت ردة فعلهم من تبعيات هذه الحافلات اللي دارت بوم في الرأي العام الإفريقي والعربي والعالمي؟ قال لك سيدنا حسب المصادر الجزائرية تبون غاضب جدا من المسؤولين المنظمين الجزائريين لهذه التظاهرة. قالوا لهم على الأقل كريوهم من برا، على الأقل حاولوا تستأجروا حافلات دولية من إسبانيا أو من فرنسا، ندوزوا بهم غير هذه المسابقة هذه، من تشوهوش مع الجيران اللي هوك، ومن تشوهوش مع الأفارقة والعرب، وديك الساعة نردوهم ليهم. علاش استعملتوا هاد الحافلات القديمة جدا؟ كذلك تدخل رئيس الأركان الجزائر الأركان العسكرية الجزائري شنقريحة شخصيا وانتقد المسؤولين المنظمين لهاد التظاهرة، يعني قال لهم هادشي محشومه، كاع اطفال صغار وما يديروش هادشي. هكذا كانت ردة المسؤولين الجزائريين. الاخوان شنو الراي ديالكم؟ بارطاجيو وكتبوا لنا التعاليق ديالكم.